السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أسباب و10 أخطاء ناس كثيرة بتقع فيها. 10 أخطاء بتخلي عندك ثبات في الوزن أو وزنك كمان بيزيد. في الحلقة دي هنتعرف على أكتر 10 أسباب شائعة الناس بتقع فيها وهي بتعمل دايت. ركز معايا في الفيديو ده وشير الفيديو لكل أصحابك ودوس اللايك المتين ويلا بينا. يلا بينا. قبل ما نبدا في اول مشكله عندنا، عايزك تفهم حاجه مهمه جدا، ان شكل جسمك اهم من الرقم على الميزان. انت ممكن تنزل 15 20 كيلو وتوصل للرقم اللي انت عايزه على الميزان، بس شكل جسمك مش عاجبك وترجع تضطر تعمل دايت تاني علشان تزود الكتله العضليه وتخلي جسمك مرسوم تحت التيشيرت. لا، انا عايزك دلوقتي تعمل دايت محترم تحافظ على الكتله العضليه وفي نفس الوقت تنزل دهونك، فبالتالي وزنك هينزل بطريقه بسيطه. تعال نبدا بقى في اول مشكله عندنا، وهي التوقعات العاليه. في ناس بيبقى عندها توقعات عاليه ان هي بتبقى عايزه تنزل مثلا في شهرين 6 7 كيلو. طبعا ده غلط. انت طالما يعني انت مثلا بقالك 10 سنين 15 سنه عمال تاكل والدب ده والدب ده وعندك دهون، هتنزل في شهرين ثلاثه؟ اكيد لا طبعا. جسمك في الاول بيبدا يتخلص من الدهون الحشويه اللي موجوده جوه جسمك، بعد كده بتبدا تتخلص بالدهون اللي بره. فما تستعجلش على الدايت، بالراحه واحده واحده، شهرين ثلاثة أربعة خمسة، خلي جسمك ينزل الدهون واحدة واحدة. تعالى بقى نتكلم على تاني مشكلة عندنا وكل حلقة بتكلم عليها، الاسترس والتوتر المزمن من أكتر الحاجات اللي بتأثر على الوزن بتاعنا. مش بتأثر على الوزن بس، بتأثر على كل حاجة. احنا عاملين حلقة كاملة عن التوتر والضغط العصبي المزمن الحلقة اللي قبل دي على طول. التوتر المزمن ده بيعمل ايه في جسمنا؟ انت عندك هرمون الكورتيزول، عندك لما بيعلى بيأثر على هرمون الشبع. لو حد يعرف اسم هرمون الشبع ايه يكتب لنا في الكومنتات. بيخلي هرمون الشبع يقل وبالتالي تبدا تجوع. عشان كده لما انت بتبوظ نومك او بتبوظ او حياتك بتلاقي فيها ستريس وضغط عصبي، بتبقى عايز تاكل وبتبقى عايز تدب ده وتدب ده. ما هي دي المشكله عندنا ان احنا بنحط نفسنا في ضغط وبتحط نفسك في توتر، فبالتالي بيأثر على هرمونات جسمك كلها، بيأثر على هرمون الكورتيزول بيعلى وبالتالي بيأثر على هرمون الشبع زي ما قلنا، وتفضل تاكل تاكل وفي الاخر الوزن عندك بيبقى فيه مشكله. ثالث سبب عايزين نتكلم فيه وسبب مهم جدا، خمول الغده الدرقيه. وما ادراك ما خمول الغده الدرقيه؟ من اكتر الاسباب اللي بتعمل لك ثبات في الوزن ووزنك كمان بيزيد هي نقص هرمونات الغده الدرقيه. طب ايه اللي يعمل لنا خمول في الغده الدرقيه؟ اول حاجه كده، اول سبب ومش هتكلم غير عليه، السبب الثاني اللي اتكلمنا عليه، الاسترس والتوتر المزمن. هرمون الكورتيزول يعلى ويروح يضرب في الغده الدرقيه، يقلل عندك الهرمونات، يقلل عندك معدلات حرق الدهون في جسمك، وبالتالي كمان يزود لك وزنك على الميزان. ركز في التوتر بالذات في اي حاجه في جسمك. ركز في التوتر والضغط العصبي، هتلاقيها بتعمل مشاكل في كل حته. ارجع للحلقه بتاعت التوتر واسمعها كويس وقول لي رايك فيها. سبب عايزين نتكلم فيه، نقص فيتامين د. فيتامين د ناس كتيره ما بتاخدش بالها ان هي عندها نقص فيتامين د. فيتامين د بيعمل ايه يا جدعان؟ لو نقص بيقلل عندك حساسيه الانسولين في جسمك، وبالتالي بيزود عندك مخزون الدهون في جسمك، بيخلي جسمك عنده قابليه ان هو يخزن دهون بسهوله. تاني حاجه عندنا يا جماعه، ان هو بيأثر على هرمونات الشبع زي الاسترس بالظبط. بيقلل عندك هرمون الشبع وبالتالي بيزود عندك الجوع ويزود عندك ان انت تقعد تاكل طول اليوم. ايه اعراض نقص فيتامين د؟ اول حاجه زي ما قلنا، بس خلينا نبدا باول سبب واكتر سبب شائع لنقص فيتامين د، ان نومك يبقى متلخبط. نومك بيبقى متلخبط بسبب نقص فيتامين د. تاني حاجه، شعرك بيقع. تالت حاجه، بيبقى عندك جفاف في جلدك. رابع حاجه، بتلاقي عندك وجع في عظمك وبالذات في اسفل الظهر ووجع في المفاصل. خامس حاجه زي ما قلنا، ثبات في الوزن او زياده في الوزن. كمان حاجه عايزين نتكلم عليها في فيتامين د، هي ايه الاسباب اللي بتعمل لك نقص فيتامين د. اول حاجه ان انت ما بتتعرضش لاشعه الشمس كويس. دي من اكتر، يعني ده المصدر اللي ربنا خلقه لنا عشان يدينا فيتامين د. ازاي نسيبه وما نتعرضش لاشعه الشمس؟ اقل حاجه تتعرض 20 دقيقه لمده 3 ايام بس في اليوم ان انت تتعرض لاشعه الشمس. طب نعمل ايه يا جدعان لو احنا يعني في مكان ما فيهوش شمس كويسه وعايزين ناخد جرعه، يعني ناخد مكمل من بره الفيتامين د؟ عندك الجرعه الوقائيه بتاعتك اقل حاجه في اليوم تاخد 2000 وحده في اليوم لمده 3 شهور، ما تزودش عن 3 شهور. تروح تشوف التحليل بتاعك، لو التحليل بتاعك كويس توقف، لو ما لقيتش التحليل بتاعك كويس تكمل الجرعه بتاعتك عادي. بعد كده لو انت عندك نقص حد فيتامين د اقل من 20 نانو، تعمل ايه؟ لو عندك اقل من 20 نانو تاخد 10000 وحده في اليوم 5 مرات في الاسبوع، يعني تاخد 50000 وحده في اليوم لمده 3 شهور، وترجع برضو تعمل تحليلك. لو لقيت الفيتامين د بقى كويس خلاص توقف وتتعرض لاشعه الشمس اللي هو اهم مصدر يا جماعه،
ولو خلاص بقى كويس توقف الجرعه بتاعتك وتكمل حياتك عادي. لقيتها ناقصه تبدا تاخد جرعه جديده بعد شهر. خامس حاجه عايزين نتكلم فيها وهي اليوم الفري. ناس كتيره بتعمل دايت وتعمل عجز في السعرات وتتعب نفسها 6 ايام في الاسبوع، وتيجي على اليوم السابع وتقول انا هاخد يوم فري. اليوم الفري مفيش حاجه في الاول اسمها يوم فري، انت ممكن تاخد وجبه فري عشان تكسر الدايت بتاعك، ومش كل اسبوع كمان. انت عايز توصل لهدف، انت حاطط هدف قدامك عايز توصل له، يبقى في حاجات لازم تخسرها. اكيد طبعا مفيش حد هيعمل حاجه او مفيش حد هيوصل للي هو عايزه من غير ما يضحي. انت هتضحي بالاكل الجميل بتاعك. اليوم الفري انت ممكن تعمله كل اسبوعين، كل شهر، يعني ايه من نفسك كده، بس هي وجبه واحده بس. انت مثلا بتعمل عجز سعرات مثلا 2000 سعره في الاسبوع، تيجي على اليوم الفري تضيع كل السعرات اللي انت عملت لها عجز دي تاخد مثلا 5000 سعره في اليوم. وعلى فكره يعني السعرات ديت من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تدخلها في حياتك وانت مش واخد بالك اصلا. فيوم الفري يا جدعان نلغيه من حياتنا خالص. ركز في الهدف اللي انت عايز توصل له، اوصل له يا باشا وامشي حياتك صحيه طبيعي. سادس حاجه عايزين نتكلم فيها السعرات الخفيه، وده انا بيتهيألي ممكن احطه رقم واحد تحت كل الاسباب، فوق كل الاسباب اللي احنا قلناها دي. ليه السعرات الخفيه ممكن احطها اول سبب من الاسباب دي؟ ناس كتيره ما عندهاش مشاكل من المشاكل اللي احنا قلناها دي كلها، بتاكل اكل صحي وماشي على نظام غذائي محسوب السعرات ومحسوب كل حاجه وبالملي متر يا حبيبي، بالملي متر، شبه الشاعر حفيظ دراج. كان اسمه حفيظ دراج ولا اسمه ايه؟ المهم يعني السعرات الخفيه يا جماعه احنا بناخدها واحنا مش واخدين بالنا ازاي. اول حاجه كده يعني ست الكل في البيت يعني ربنا يديها الصحه بتقول لك انا حطيت نقطه زيت. نقطه الزيت ديت اللي هي تقريبا نص ازازه الزيت اللي احنا بنعملها دي. اول حاجه الزيوت فيها يعني كل جرام زيت فيه 9 كالوري. فشوف بقى لما تحط لك معلقه زيت مثلا فيها 20 جرام تخش لها مثلا في 180 سعره وانت مش واخد بالك اصلا. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها السكر اللي انت بتحطه في الشاي. في ناس مثلا بتاخد 3 كوبايات شاي في اليوم و4 كوبايات شاي في اليوم وهي مش واخده بالها، اخذت تقريبا مثلا 18 معلقه سكر، ومعلقه السكر الصغيره فيها حوالي 20 سعره. يعني انت داخل لك في شوف كام سعر. تالت حاجه عايزين نتكلم فيها المعلبات والعصاير، دي سعرات خفيه انت مش واخد بالك منها. رابع حاجه الحلويات والجاتو مليانه سعرات بشكل انت لا تتصوره اصلا. يعني انت مثلا تاخد لك حته كحكايه كده، ماليش دعوه بالكحك بتاع الفاينل اللي احنا داخلين عليه يا جماعه، الامتحانات والكلام ده. الكحك بتاع العيد ده يعني الكحكايه دي مثلا فيها 80 سعره او 100 سعره، فلازم تاخد بالك ويبقى عندك وعي بالسعرات اللي انت بتدخلها جسمك. سابع سبب يا جدعان عايزين نتكلم فيه، والسبب ده لو الناس كتير فهمته هتعرف ليه بيحصل عندهم ثبات في الوزن بعد شهرين مثلا من الدايت وشهر ملتزم 100%. بيحصل عندهم ليه الثبات في الوزن ده؟ عندك في حاجه اسمها ووش افكت. يعني ايه كلمه ووش افكت؟ انت بقالك شهرين عامل دايت والخلايا الدهنيه عندك بدات تحرق الدهون خلاص، والدهون اتحرقت فعلا، بس ايه اللي بيحصل؟ الميه بتخش جوه الخلايا الدهنيه دي، تقعد مثلا في ناس ممكن الوش افكت عندهم يقعد مثلا شهر، في ناس الوش افكت ممكن يقعد عندهم 20 يوم، في ناس ممكن يقعد عندهم اكتر من شهر، انت وعلى حسب جسمك يعني. فانت خلصت الشهرين اللي انت عملتهم دايت والوش افكت بدا يخلص، بتلاقي فجاه الوزن بتاعك نزل مره واحده. ايه السبب يا جدعان؟ هي الوش افكت. ده من سبب عايزين نتكلم فيه وناس كتيره برضو بتقع فيها يا جدعان، ان هم بيعملوا دايت قاسي جدا، بيحرموا نفسهم حرفيا من الاكل، مش بيحرموا نفسهم من السعرات، لا بيحرموا نفسهم من الاكل. ياخد لك عارفين يا جدعان دكاتره الدايت زمان يقول لك ايه؟ خد 3 معالق رز، وخد لك صدر ورك ولا صدر او ورك، وخد لك مش عارف ايه. لا الكلام ده ما ينفعش. يعني ايه 3 معالق رز؟ انت جسمك محتاج طاقه عشان يعمل الوظائف الحيويه اللي في جسمك. طب انت دلوقتي وقفت الوظائف الحيويه اللي في جسمك بيخش في حاجه اسمها starvation مود. عارف الفلايت مود بتاع الوضع الطيران بتاع الموبايل؟ جسمك بيخش في starvation مود. يعني ايه starvation مود؟ بيخش جسمك بيدخل نفسه اكنك داخل في مجاعه، اكنك داخل في حرب، وجسمك خلاص بيبدا يحافظ على الدهون اللي في جسمه عشان يعني ايه؟ بيأمن مستقبله زي ما بنقول كده. فانت دلوقتي بتقلل اكلك جدا وتقلل سعراتك جدا وتخش في الستارفيشن مود. ايه الحل للمشكله دي يا جماعه؟ تكمل الدايت بتاعك بشكل طبيعي،
بس بتخليه طبعا صحي، وتخليه فيه عناصر غذائيه اللي جسمك محتاجها، من كربوهيدرات، من بروتين، من دهون صحيه، من فيتامينات، من معادن والكلام ده. بس تعلي السعرات بتاعتك شويه علشان جسمك يبدا يحرق ويخرج من الاستارفيشن مود. تاسع سبب يا جدعان عايزين نتكلم فيه السناكس والفواكه. الاتنين دول من اكتر الحاجات اللي تبوظ لك الدايت بتاعك. ازاي بقى يا جدعان؟ انا ماشي الوقت في الشارع، جبت لي كيس شيبسي فيه 300 سعره، بوظت الدايت. جبت لي عصير مثلا فيه 300 سعره 250 سعره، بوظت لي الدايت. جبت لي كنزايه فيها 250 سعره 300 سعره، بوظت لي الدايت. الفواكه من اكتر الحاجات برضو اللي بتبوظ الدايت. ناس كتير تقول لك الفواكه مفيده يا جدعان للدايت، وخد لك تفاحه وخد لك مش عارف ايه. من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الدايت لو انت ما اخدتش بالك من الكميه اللي انت بتاخدها. انت ممكن تاخد لك مثلا 500 سعره وانت قاعد مش واخد بالك. عاشر حاجه واخر حاجه عايزين نتكلم فيها النوم. 195 شخص جه عملوا معاهم بحث في 2023. ال 195 شخص مشوهم على دايت وفعلا خسوا، وتابعوهم في خلال سنه لما قسموهم لمجموعتين، مجموعه بتنام كويس ومجموعه ما بتنامش كويس. المجموعه اللي ما بتنامش كويس دي في خلال السنه زادت 5 كيلو ونص زياده عن المجموعه اللي كانت بتنام كويس. فتخيل النوم بيقدر يعمل ايه في جسمك وفي حرق الدهون في جسمك. كمان حاجه ان هو النوم بيأثر، لو نومك متلخبط بيأثر على هرمونات الشبع في جسمنا، وبالتالي بتزود اكلك. تصحى الساعه 12 بالليل، وما ادراك بالساعه 12 بالليل. الناس عارفه الساعه 12 بالليل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيها بتخش على الثلاجه تدب ما تدبه. مش عارف ده مصطلح عربي ولا ده مصطلح ايه بالظبط، ما علينا. النوم الصحي اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعه ان انت تنام في ميعادك، تنام في اوضه ضلمه، تنام في اوضه ما فيهاش دوشه، تنام في اوضه يعني زي ما تقول كده فيها سلام وسكينه، عشان جسمك يقدر يظبط معدلات الهرمونات في جسمك ويظبط الحرق بتاعك في جسمك. بس كده الحلقه بتاعتنا كانت كويسه، اعتقد ان هي كانت كويسه. لو عجبتك دوس لايك واشترك في القناه وشير الفيديو لكل اصحابك. بس كده كان معاكم الدكتور احمد، وفي رعايه الله.